خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل. بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات. كما تتبعتم جرت أطوار المسابقة النهائية للمسابقة الجهوية في حفظ وتجويد القرآن الكريم التي ينظمها الفرع الجهوي لرابطة التعليم الخاص بجهة العيون الساقية الحمراء بشراكة مع المجلس العلمي المحلي بالعيون، مشكورا على المجهود الذي قام به ولجنة التحكيم التي أشرفت على هذه المسابقة لتكون في مستوى تطلعات الجميع. كانت هذه المسابقة كما تتبعتم مرت في أجواء تنافسية إيجابية بين جميع المشاركين في صنف حزبين ذكورا وإناثا وصنف 5 أحزاب ذكورا وإناثا. كان الهدف من هذه المسابقة هو تشجيع الناشئة على حفظ القرآن الكريم لتتربى على أخلاق القرآن التي هي أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. كما أن المسابقة أيضا حضرها مجموعة من المشاركين وحضرها عدد كبير من رؤساء مؤسسات التعليم الخصوصي وآباء وأولياء التلاميذ لتشجيع أبنائهم في هذه المسابقة. كما عرفت وتتبعتم معنا المسابقة حضور السيد مدير الأكاديمية الجوية للتربية والتكوين مبارك الحنصالي، مشكورا على جميع المجهودات التي يقدمها لقطاع التعليم الخصوصي والعمومي والمدرسة المغربية بشكل عام. وحضوره في هذه المسابقة الجهوية في حفظ وتجويد القرآن الكريم دليل إيجابي وكبير على تشجيعه للناشئة في مختلف التظاهرات التي تقوم بها، وكذلك تشجيعه للتلاميذ على حفظ القرآن الكريم والعمل به ليكون جيلنا في مستوى تطلعات الجميع. المفاجأة التي أحب أن أخبر بها المشاركين، وإن شاء الله تعالى ستقوم الرابطة خلال الموسم القادم خلال شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى على تنظيم المسابقة الوطنية. نظمنا الآن مسابقة جهوية، نعلن الآن من مدينة العيون من جهة العيون الساقية الحمراء بأننا سننظم المسابقة الوطنية في حفظ وتجويد القرآن الكريم على مستوى جميع جهات المغرب، وستشرف عليها رابطة التعليم الخاص، وسيشرف عليه إن شاء الله تعالى المكتب التنفيذي الوطني. وإن شاء الله تعالى نسأل الله تعالى أن تكون هذه المسابقة في مستوى تطلعات الجميع، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر المبارك. في الحقيقة نحن جد سعداء كمكتب للفرع الجهوي لرابطة التعليم الخاص لأننا استطعنا وبحمد الله أن ننجح التظاهرة الأولى في تجويد وترتيل القرآن الكريم المنظمة بالمركب التربوي الأمين أيام 23 26 27 رمضان، ونحن الآن نتواجد في المحطة الأخيرة النهائيات يوم 27 رمضان. بالنسبة لهذه النسخة الأولى التي ارتأى الفرع الجهوي رابطة التعليم الخاص بجهة العيون الساقية الحمراء يعني أن يبتدي بها إن شاء الله، وأن تكون سنة يعني سائرة في جميع السنوات المقبلة، والتي تخلل يعني بالنسبة إذا أردنا أن نتحدث عن أطوار ومجريات هذه المسابقة، فقد كانت هناك على 3 دورات. الدورة الأولى، بعد ذلك نصف نهاية، وبعد ذلك جاء النهائي الذي ترونه اليوم يوم الأحد 27 رمضان. كان هناك والحمد لله المتسابقون حوالي 120 يعني متباري ما بين فئة 6 سنوات إلى 15 سنة، وما بين 16 إلى 25 سنة، وكان بتلاوينه يعني بمشاركة مؤسسات من التعليم المدرسي الخصوصي ومن التعليم المدرسي العمومي، وكذلك من الكتاتيب القرآنية، بالإضافة إلى يعني تلاميذ آخرين وتلميذات، أو نقول يعني مرتين أو مجودين آخرين يعني حاولوا أن يشاركوا في هذه. على العموم بالنسبة لهذه التظاهرة والحمد لله كانت جد ناجحة في هذه ولا يسعنا في هذه المبادرة إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل الأول إلى
الإخوان القيمين على هذه المتظاهرة بخصوص الأستاذ يوسف أقنو المشرف المباشر على هذه العملية، وكذلك المجلس العلمي بما فيه الإخوان الذين هم في لجنة التحكيم، بالإضافة إلى كذلك المركب التربوي الأمين في شخصه الدكتور القمر الذي يعني ساعدنا كثيرا يعني ومنحنا يعني من مجموعة من التسهيلات من أجل إنجاح هذه التظاهرة، فضلا كذلك عن مؤسسات وآباء مؤسسة التعليم الدراسي الخصوصي والتعليم العمومي أيضا، آباء وأولياء وأمهات هؤلاء المشاركين. نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وفي ميزان حسنات كل من ساهم. ولا ننسى أيضا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد مدير الأكاديمية الجهوية الذي شرفنا كما رأيتم يعني في الحفل النهائي من أجل توزيع الجوائز على التلاميذ والأطفال الفائزين في هذه المسابقة. تواجدنا هنا مع مؤسسات التعليم الخاص فرع العيون في هذا المجال بالضبط، لأنهم جزاهم الله خيرا اهتموا بالناشئة وأقاموا هذه المسابقة القرآنية في شهر رمضان المبارك على ثلاث مراحل في تصفيات أولى ثم في نهائيات أخيرة. ولا شك أن في هذا من التشجيع للناشئة على الأخذ بالقرآن الكريم وتعلمه وتعليمه، وفي تنبيه الآباء والأمهات إلى ضرورة تنشئة الأطفال ذكورا وإناثا على الثوابت الدينية والوطنية للأمة المغربية المسلمة المؤمنة. لا شك أن في هذا ثوابا للقيمين والمقيمين على التعليم الخصوصي بصفة عامة، وعلى أيضا هذه المسابقة بصفة خاصة. مسابقة تجويد القرآن مع هذه العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك هي مسابقة تأتي في هذا السياق الرمضاني من أجل تثبيت أحد الأسس الهوية المغربية وهي الدين الإسلامي. وهذه المسابقة يعني هي احتفاء بالمواهب الشابة ذكورا وإناثا، وبمثل هذه المسابقات يمكن أن نربي ونصنع أجيالا لهم علاقة بديننا الحنيف. وهي مسابقة ربما لأول مرة يعني تحتضنها مدينة العيون. نتمنى أن مثل هذه المسابقات يكون لها تكرار سنوي، لأن بمثل هذه المسابقات يمكن الاحتفاء بالأطفال وعموما الأجيال الصاعدة. أود شكر الرابطة الوطنية للتعليم الخاص وشكر القيمين على هذه المسابقة والمشايخ ديالنا الله يجزيهم بخير، وكنشكر الوليدات اللي كل شيء شاركوا والآباء اللي حثوا وليداتهم على المشاركة في هذا العرس القرآني. والحمد لله ونسأل الله أن هذه المبادرة تبقى تكرر السنوات القادمة إن شاء الله. اسمي محمد حي الله، أدرس في إعدادية التعاون بالعيون وبكتاب النور عند الشيخ عبد الله الصيلي. ولقد فزت في هذه المسابقة الرائعة في الأجواء الرائعة، وكان المنافسون شرسون، والحمد لله استطعت أن أكون من الفائزين وبفضل الله عز وجل. استطعت أن أكون في المركز الرابع من هذه المسابقة، من الفائزين من صنف 5 أحزاب. الاسم الكامل أميمة برنية، الفائزة بالرتبة الأولى في مسابقة 5 أحزاب. أشكر القائمين على هذه المسابقة، وأشكر سنيدي أمي والزوج ديالي الله يسهل لهم، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام في هذا الشهر المبارك، والسلام عليكم. حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل
الفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل. الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله